يا صباح الفل حبايب قلبي، وحشتوني. يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل فيديو جديد. هنعمل النهاردة الفراخ محشية مرتة على الطريقة الدمياطي. هنعملها النهاردة شبه البط الدمياطي كده، هنحشيها بالمرتة أو هنحشيها بالبصل. وهنعمل كمان تركية كده محدش بيعملها غير الضمايطة. بس ما تنسوش بقى اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يدخل بسرعة بسرعة عشان يشتركوا. يلا بينا نشوف الفيديو القمر بتاع النهاردة. في الأول هنغسل الفرخة بتاعتنا ونعمل لها محلول النقع. أنا في الأول بجيب الفرخة بتاعتنا كده من غير ما اغسلها وهي ناشفة كده من غير أي حاجة خالص، وهبتدي إن أنا أشيل الزوايد اللي فيها بالشكل ده. هشيل الزوايد اللي في الأجنحة كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهقطع الرقبة كمان، أنا مش هرميها، أنا هطبخها طبعا مع الفرخة. وهحاول إن أنا أسيب فيها حتة جلد كده وأنا بقطعها بالشكل ده. قصينا الضوافر كده بتاع الجناح، وهو ده الضوافر دي بتبقى سبب من أسباب الزفارة في الفرخة. وهبتدي إن أنا أشيل الأجنحة وأحطها في جنب كده. وكمان هشيل الحتة دي اللي بيقولوا عليها زلموكة اللي في الفرخة دي، هشيلها بالشكل ده لأن هي برضو سبب من أسباب زفارة الفرخة. وبعد كده هنجيب الصنفرة بتاعتنا. طب الصنفرة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية من الدقيق ونص كوباية من الملح. هنجيب الصنفرة بتاعتنا كده اللي هي عبارة عن دقيق وملح، وهقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده. الملح والدقيق بيشيل ريحة الزفارة تماما من الفراخ. هبتدي ان انا احط كده الدقيق والملح على الفرخة بالشكل ده من بره ومن جوه، وهبتدي ان انا ادعك الفرخة من جوه كده وهشيل فيها اي زوايد او اي حاجة. بشيل الدهون الصفراء اللي بره دي، بشيلها خالص لان هي بتبقى سبب من اسباب زفرة الشوربة. هصنفر الفرخة بالدقيق والملح وهدعك بالفرخة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الدقيق والملح بيشد كل حاجة من جوه وكمان بيشيل الزفارة. ادعك الجلد من بره كويس قوي، لو فيها ريش من بره هيروح معانا تماما. شوفي الفرك ده بيشيل كل الريش والروايح، بيشيلها خالص خالص. تمام كده، كأني ماسكة الفرخة وبحمل الفرخة كده وبليفها. هسيبها في الدقيق والملح 10 دقايق، وبعد كده هغسلها غسلة حلوة كده. وبعدين هنجيب شوية مية في حلة وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الملح، وكمان معلقتين كبار من السكر. وكمان هنزل عليهم بعصير ليمونتين وهحط القشر في المية بالشكل ده. وطبعا زي ما احنا عارفين السكر هيطري لحم الفراخ معانا. وكل ما تغسليها بالطريقة دي هتطلع معاكي تحفة تحفة، وطعم الشوربة هيبقى جميل جدا جدا. هدوب كل ده مع بعض بالشكل ده، وهجيب الفرخة بتاعتي هحطها في محلول النقع كده وهغطسها كده خالص بحيث ان المية كده تكون طايلها كلها. هسيبها بقى في مية النقع لمدة 10 دقايق، وبعد كده هطلعها. هشطفها شطفة حلوة قوي، هشطفها كويس جدا، وبعد كده تعالوا احنا نشوف احنا هنعمل ايه. غسلت الفرخة كويس جدا وصفيتها. وبعد كده هنجيب الفرخة بتاعتنا، وعندي هنا 4 بصلات متوسطين أنا قطعتهم لقطع صغيرة، وعندي هنا كمان الكبدة والقنصة. أنا في الآخر هقول لكم أنا هعمل بيهم إيه. وعندي هنا البهارات بتاعتي عبارة عن إيه: ملح، كمون، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة من الشطة. والشطة طبعا على حسب الرغبة، ممكن ما تحطيش شطة خالص. وبعد كده هجيب بول عندي وهنزل فيها بالبصل بالشكل ده. وهنزل على البصل كمان بالبهارات اللي عندي. وبعد كده هبتدي ان انا ادعك كده بايديا البصل كده مع البهارات بالشكل ده. هدعكهم مع بعض كويس قوي لحد لما البصل يدبل معايا. وطبعا لو انت حابة تضيفي بهارات تانية زي ما تحبي، بس الملح والفلفل والكمون هيطعموا الفرخة كويس جدا ومش هتحتاجي لأي حاجة تاني. هدعك البصل لغاية لما يطلع المية اللي فيه ويدبل معايا خالص بالشكل ده زي ما انت شايفين. وبعد كده هضيف عليه معلقة كبيرة من الزيت، وهقلبه تاني مع الزيت تقليبة حلوة كده بالشكل ده زي ما انت شايفين. وجبت هنا الكبدة والقنصة قطعتهم لقطع صغيرة بالشكل ده، وهنزلهم كده على المرتة وهديهم مع بعض تقليبة خفيفة بالشكل ده مع بعض. وبعد كده هجيب الفرخة بتاعتي وابتدي ان انا احشي الفرخة بتاعتي بالمرتة بالشكل ده. وطبعا في ناس بتحب تحط المرتة على النار تديها تقليبتين كده على النار. براحتك خالص، ممكن تعملي كده وتعملي كده. انا احيانا بحط المرتة بتاعتي كده بديها تقليبتين كده على النار زي ما تحب خالص خالص. هنحشي الفرخة بتاعتنا بس منملهاش جامد قوي علشان متفرقعش مننا بعد السوية. نيجي بقى لمرحلة التقفيل، هنقفل بقى بالإبرة والخيط بالشكل ده علشان أضمن إن المرتة ما تخرجش منها. وهقفلها كمان من عند الرقبة كده، ولو انت حابة ان انت تقفليها بخلة اسنان ممكن تعمليها بخلة اسنان، بس انا بفضل الإبرة والخيط علشان المرتة ما تخرجش منها خالص. وهبتدي ان انا الم الرجلين بالشكل ده بالخيط كده تمام.
ونيجي بقى لخطوة مهمة كده بالسكينة كده، وهنفتح فتحة صغيرة كده من تحت الجناح علشان المرتة تستوي معانا كده أما ننزلها في الشوربة. هفتح فتحة صغيرة كده من تحت الجناح بالشكل ده، وفي حلة عندي على النار هنزل فيها بشوية من الزيت، وأول ما الزيت يسخن كده هنزل فيه بالمستكة والحبهان وورق اللورة، وهديهم تقليبة خفيفة كده مع بعض. وبعد كده هنشوح الفرخة بتاعتنا في الزيت، وهقلبها كده الجنب التاني بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا انا مجهزة مية سخنة في الكاتل، هنزل عليها كده بالمية السخنة، وبعد كده هظبط لها الملح بتاعها. واول ما الشوربة بتاعتي تغلي كده هتبتدي ان هي تطلع زي ريم كده او شوائب كده، هحوش كل الشوائب دي بالمعلقة علشان الشوربة بتاعتي تبقى نضيفة كده طالعة معايا كده زي الفل. هبتدي ان انا اشيلها بالمعلقة كده، وهغطي عليها لغاية لما تستوي معايا. هتقعد معايا كده على النار من ساعة لساعة وربع. وكده خلاص ما شاء الله الفرخة استوت معايا اهي، بقت تمام التمام. طيب هتحمريها بايه يا سلوى؟ عندي هنا 3 معالق كبار من الصلصة، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت وهقلبهم مع بعض كويس. وهدهنها بالشكل ده زي ما انتم شايفين من فوق من الجميع الجوانب، هدهنها كويس قوي. وبعد كده هدخلها تحت الشواية تاخد اللون القمر اللي انتم شايفينه ده. وبكده خلاص نكون خلصنا أحلى وأجمل فراخ محشية بالمرتة على طريقة الضميطة. ولا أحلى ولا أجمل من كده. استنوني بقى الفيديو الجاي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.